سمعت عن الإسقاط النجمي؟ تعرف ان في ناس عندها قوة خارقة وعايشين معانا عادي؟ ايه هنطيروا ولا ايه؟ لا مش بيطيروا ولا حاجة، بس بيقدروا يتحكموا في عقولهم لدرجة انهم بيفصلوا روحهم عن جسمهم ويروحوا بروحهم اماكن عمرك ما كنت تقدر تتخيلها. ايه الاسقاط النجمي؟ تعال اقول لك يعني ايه عشان تبقى انت من الناس اللي فاهمين الموضوع صح. ايه هو الاسقاط النجمي؟ ببساطة هو انك تفصل دماغك، مش مجرد انك تقفل تليفونك، لا تفصل دماغك بجد. دماغك دي بتخرج من جسمك وبتروح مكان تاني، يعني جسمك بيبقى ثابت في مكانه لكن عقلك او روحك بيروحوا اماكن تانية او حتى كواكب تانية. ناس كتير قالوا حسوا انهم طايرين او بيشوفوا حتى جسمهم او نفسهم بس من بعيد. والله هل في دليل علمي على الاسقاط النجمي؟ الحقيقة ان العلم عنده تفسيرات كتيرة قوي لظاهرة زي دي. التجربة الخارجة عن الجسد OBE دي اقرب حاجة للاسقاط النجمي. يعني ببساطة عقلك بيحس انه انفصل عن جسمك وتبتدي تحس انك بتشوف نفسك من بره كأنك طاير في المكان. علماء الاعصاب زي فليكس ليبورن بيقولوا ان ده ممكن يحصل بسبب تغيرات في النشاط الكهربي في الدماغ. في ناس كتير بتقول ان كل اللي بيحصل ده هلوسه او حلم 4K مثلا، لكن انت بتكون حاسس انه حقيقه بالظبط. في ناس تانية بتقول ان ده بيحصل لما انت بتكون سايب اعصابك خالص، او لو كنت في حاله ضغط عصبي جامد قوي فدماغك بتتشتت بتفوت يعني. وده بالظبط بيحصل لما بنكون في التامل العميق، فدماغك وقتها بتشوف حاجات مش موجوده في الواقع. يعني لا تكون سايب الدنيا وسرحان في لا لاند، يا تكون مضغوط جامد قوي او متعصب قوي وبتتخيل حاجات من كتر عصبيتك دماغك مخيله لك ان ده حقيقه. طب هل ده امان ولا في خوف منه؟ في ناس بتقول ان الاسقاط النجمي ده حاجه مش خطر طالما انك مش بتتعرض لضغط عصبي كبير او حاجات تانية. بس على الجانب التاني في ناس بتقول انك لازم تكون حذر وانت بتجربه، يعني الموضوع مش للكل. طب هل ممكن نروح اماكن تانية؟ كل الناس اللي جربوا الاسقاط النجمي بيقولوا ان هم يقدروا يروحوا اماكن بعيده او حتى عالم تاني، او تروح مكان عمرك ما رحته اصلا. ممكن حتى تشوف اماكن غريبه مش موجوده على الخريطه. ده انا على كده ممكن اروح من التجمع لزايد في 5 ثواني مستريح. في ناس كتير بتخلط بين الاسقاط النجمي والاحلام، بس دول في فرق كبير ما بينهم. في الاسقاط النجمي عقلك بيكون صاحي تماما، لكن في الاحلام انت اصلا مش واعي. يعني في الاسقاط النجمي انت اللي بتتحكم في المكان اللي بتروح له، لكن في الحلم انت مش دايما متحكم. طب ازاي اقدر اجرب الاسقاط النجمي؟ في تقنيات مخصوصه عشان نقدر نبدا ده، زي التامل العميق او تمارين التنفس. بس بصراحه الموضوع مش سهل في البدايه، لكن مع الوقت ممكن تقدر تسيطر على الوضع اكتر. في ناس بتقدر تستخدم مزيكا معينه او اصوات معينه عشان تدخلهم بس المود يعني. طب سؤال، هل في دليل علمي على الاسقاط النجمي؟ هم العلماء مش متاكدين لحد دلوقتي ان الاسقاط النجمي ده حاجه حقيقيه ولا حاجه بتكون جوه دماغك، لكن الدراسات العلميه في التجارب بتقول ان الموضوع ممكن يكون بسبب تغيير في طريقه الدماغ لمعالجه المعلومات مش اكتر، او حتى بسبب حاجات معينه زي التامل العميق. يعني دماغك زهقت من اوضتك فعقلك سرح شويتين، فعقلك ابتدى يتخيل سيناريوهات بتاعت بالليل اللي هي بعد 12 دي، بس هو اندمج شويتين يعني. في علماء قالت ان الناس اللي بيحسوا بالاسقاط النجمي هم في الاساس بيكونوا في حاله وعي متغير، الدماغ بتشتغل بطريقه مختلفه. الخلاصه الاسقاط النجمي ممكن يكون حقيقي، في ناس بتشوفه كرحله روحيه او اكتشاف للذات، وفي ناس تانية شايفينه هو مجرد تجربه في الدماغ. لو حابب تجربه لازم تكون واعي لكل حاجه بتعملها. بس خليني اسالك، هل فيكم حد جرب الموضوع ده؟ هل انت مقتنع ان ده حقيقي ولا لا؟ حد اصلا مهتم ان هو حقيقي ولا لا؟